سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفه من زمن جميل وهي وصفه المقعدات. انايا دون ريسيبيون حطيت 3 كيلو تاع فارينه، زدت لهم مغرفه تاع خميره كيميائيه، رشه تاع ملح ومغرفه كبيره تاع سكر كلاص باب القنطره. خلطت المواد الجافه وزدت لهم حبيبه تاع البيض وزدت لهم كيلو ناقصه اصبع تاع عيدام ذايب وبارد. بعد ما بسست العجينه تاعي مليح ليمتها بالماء والمزهر، وكما راكم تشوفوا هنايا ليمتها غير بصبعتي مدلكتاش. درتها دون ساشي وحطيتها في الفريجيدار تحت مده نص ساعه. بعد ما ارتاحت رحت جبت العجينه وكسلتها، ورحت حضرت كيلة تاع اللوز مرحي شويه خشين، زدت له مغرفه تاع السكر شويه تاع مزهر، خلطته مليح وحطيته على الوجه تاع هذيك العجينه. بعد ما كسلتها حطيت عليها من الفوق ان ساشي وعاودت خدمتها بهذه الطريقه، ومن بعد قلبت العجينه تاعي، يعني اللوز ولا من تحت والعجينه ولات من الفوق. هنايا كيلت دو دوا وبديت نقطع في العجينه تاعي كامل بهذا الشكل حتى كملتها كامل. نحيت الاطراف وريتها بهذه الطريقه. والمقعدات التوعيه راهم موجدين. كنت شعلت الفرن تاعي على 180 درجه، حطيتهم على بابي كويسون، دخلتهم طابو. بعد ما حماروا خرجتهم ورحت وجدت العسيله دب القنطره بارده والمقعدات سخونين. هذه هي القاعده تاع المعسلات، والمقعدات التوعيه راهم موجدين. نتمنى تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها.